لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم، هذه المرة هنا من أرض الجنوب، من مدينة الوكرة. مشاهدينا الكرام من جنوب قطر، المباراة التي تلعب هنا على أرضية استاد الجنوب، مباراة بين المنتخب الدنماركي والأسترالي في الجولة الثالثة والأخيرة لحسابات المجموعة الرابعة، المجموعة التي من خلالها سنتعرف على الفرق العابرة إلى بطولة كأس العالم أو إلى الدور القادم من المونديال، بعد أن تعرفنا على المجموعتين الأولى والثانية. هولندا من المجموعة الأولى كبطلة، السنغال المنتخب الوصيف، إنجلترا المنتخب الإنجليزي بطل المجموعة الثانية، ورافق المنتخب الأمريكي ب5 نقاط. لدينا هنا في هذه الأمسية معرفة طبعا المجموعة الرابعة. انطلق شوط المباراة الأول بكرة ملعوبة إلى الأمام، يبحثون عن محاولة، كرة حاضرة هنا لا تزال مستمرة، قريبة جدا المحاولة والكرة الملعوبة الخطيرة، أن قيام مؤثر جدا هنا. كرة ملعوبة إلى الأمام لمصلحة الدنماركيين، صافرة موجودة، خطأ موجود من الرابعة والثامنة. كرة استرالية، تسديدة تأتي، يا لها من كرة، من روعة هنا من جانب الأسترالية الكبيرة طبعا في هذه المباراة. خطيرة للدنماركي، يواكيم ميلي يأتي بكرة ملعوبة، خطيرة جدا، ركنية لكريستيان أريكسن، يأتي بالكرة لكن بالراس. فرصة الهدف الأول، الضربة الأولى، الضربة الله، كاد أن يأتي من المحاولة، الكرة الملعوبة خطيرة، الكرة الكنغارو من اليسار يعبر بكرة ملعوبة لكنها طالت. خطيرة المحاولة، الوصول هنا من الجهة اليمنى، قريبة جدا المحاولة والكرة التي من خلالها كان مر عبر بكرة عرضية، يا الله هذا المكان. ماثيو مر يأتي بكرة ملعوبة، حكم عربي هنا.